السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. ايه رأيكم النهاردة نعمل فيديو خفيف وظريف كده لأنكم وحشتوني جدا، فقلت كده أطلع لكم بفيديو حلو وصغير وبسيط، وهو طريقة عمل الشاورما. طبعا كلنا عارفين الشاورما بتتعمل ازاي، ولكن انا حبيت كده ان انا اديكم افكار ان في ناس بتبقى زهقانه مش عارفه تعمل اكل ايه، مش عارفه طريقه الحاجه ديت مثلا بطريقه سهله او بسيطه او كده. فاحنا ممكن بنص كيلو فليه نعمل كمية شاورما كبيرة جدا تكفينا، ممكن نغمسها زي ما انتم شايفين في الطبق كده، او نعملها سندوتشات في الفينو كده. كمان انا كان عندي مشروم في الفريزر فطلعته. قطعنا بقى كمية بصل محترمة وكبيرة كده، على هيئة حلقات كده، يعني ما تقطعهوش صغير، قطعها على هيئة حلقات كده. وبعد كده هنقعد نقلب فيه على النار لحد اما ايه يبتدي ان هو يدبل شوية صغيرين. مش لازم ان احنا نخليه يحمر، لا يعني احنا نخليه دوبك يدبل بس. مجرد ما البصل يدبل هننزل عليه بقى بالمشروم المتقطع. بصوا قطعنا المشروم كده حتت صغيرة، هو حوالي نص كيلو مشروم او ربع كيلو تقريبا يعني. المشروم طبعا ليه فوائد كتيره جدا جميله جدا، يا ريت كل فتره كده نبقى نجيبه لاولادنا لان هو فيه قيمه غذائيه عاليه جدا مش موجوده في اغلب الخضار والفاكهه. كمان جبت بقى نص كيلو الفيليه قطعته تقطيعه الشاورما الصغير خالص دوت، وعلى طاسه على جنب كده وفي نقطتين زيت، واديت له الصدمه بتاعته وخليته استوى نص سوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بدون بصل وبدون اي حاجه. الناحيه التانية كنت دبلت البصل خالص زي ما انتوا شايفين كده، خليته يا دوبك يدبل مش يحمر. بعد ما دبل البصل خالص بالطريقه دي حطيت عليه المشروم، وحطيت عليه الفلفل الاول، حطينا عليه الفلفل الالوان كله المتقطع. هو فلفله خضراء وفلفله صفراء وفلفله حمراء، طبعا اي نوع، لو عايزه تحطي فلفل حراق برضو براحتك خالص. انتوا وحشتوني جدا جدا بصراحة يا جماعة، وانا يعني بتلكك عشان انزل لكم فيديوهات دلوقتي. بقالي فترة كبيرة مش بنزل فيديوهات، وحسيت كده ان انتوا وحشني وعايزة اتكلم معاكم. ناس كتير عمالة تبعت لي وتقول لي نزلي فيديوهات وارجعي للقناة وكده. انتوا بتوحشينا وبيوحشنا صوتك وبيوحشنا طريقتك في عمايل الاكل وكده. بصوا يا جماعة، أهم من الأكل هناكل إيه؟ الرضا. الرضا بجد، يعني انت لما ترضي بالاكل بتاعك مهما كان قليل ومهما كان هو ايه، ومهما الدنيا غليت، مش عايزاكي تفكري في ان الدنيا غليت يبقى احنا كده مش هنعرف ناكل، مش لا. اللي بيرزق في الرخص هو اللي بيرزق في الغلا. ربنا سبحانه وتعالى واحد. الدنيا بتغلى علينا، المرتب هو والحاجات عماله تزيد وكده، ولكن استعيني بالله وتوكلي على الله، واعملي من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. من كل حاجة حتى لو قليلة وبسيطة، انت بنفسك وبان انت يعني تحاولي ان انت تظبطي كده دنيتك وتحاولي ان انت توفري وتدبري من كل اكله. هتلاقي كل حاجه بتتعمل معاكي باحلى طريقه وباجمل طريقه وتديكي كميه كبيره، وفي نفس الوقت كمان هتعملي احلى اكل. يعني انت حاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي امورك وتظبطي مصروف بيتك، تدبري منه، تستعيني بالله، تطلعي صدقه. والله والله يا جماعة الصدقة بتزود من الفلوس مش بتنقصها. ما نقص مال من صدقة، صدقت يا رسول الله. وكده تكون الشاورما خلصت، حطينا كل حاجة على بعضيها وشوحناها على النار، وكانت اتعملت وكانت طعمها زي العسل. وكان في منها نغمزه بالعيش وفي منها يتعمل سندوتشات في الفينو زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو الصغير ده عجبكم. في نهاية الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتعملي اشتراك وتشيري الفيديو علشان عيلة القناة تكبر ونكبر مع بعض. ربنا يا رب يجمعني بيكم في جنة الفردوس الأعلى. في نهاية الفيديو ونهاية كل فيديو أنا بحبكم جدا في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.